انا نزلت فيديو وقلت يا جماعه هو دوت الاوردرات اللي انا بطلعها ودوت شكل شغلي اللي انا بطلع منه، والناس خلاص بقى استلمتني في الكومنتات، كل الكومنتات عمال تقول لي يا هنا يا هنا احنا عايزين طريقه الفسيخ في الجردل زي ما انت عاملاه. رغم ان انا كنت منزله لهم طريقه الفسيخ في الاكياس عادي، بس كلهم قعدوا يقولوا لا احنا عايزين نفس الطريقه اللي انت بتطلعي منها الاوردر، علشان احنا لو حابين نعمل مشروع في البيت. وانا طبعا ما اقدرش اتاخر عنكم، وديت هدفي لما نزلت فيديو ان انتوا تتعلموا ازاي تعملوا مشروع وانتوا قاعدين في البيت. بصوا طبعا بيفرق الصراحه الاكياس عن لما تحطيه في جردل او بقى حسب، لان كله بيشرب من الزيت وكله بيبقى مندمج مع بعضه، احلى من الاكياس بكتير طبعا جدا. عن تجربه انا عجبتني طبعا لما بطلع من الجردل. تعالوا نشوف بقى الطريقه ازاي. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. نمسك سمكه سمكه مهما يكون ايه الكميه، المفروض ان ده شغلك واكل عيشك اللي بتراعي فيه ربنا، وما تمليش ولا تزهقي، وتعملي في كل سمكه نفس الخطوات ديت. ان انت تجيبي السمكات تطلعي ديلها لفوق وراسها لتحت، وتغسلي الخياشيم كويس جدا، وتغسلي البق كويس جدا جدا، وتشيلي اي رواسب فيها. بعد كده بتصفيها كويس جدا في المصفى وتسيبيها كام ساعه في التلاجة، علشان الجو بقى حر خلاص يا جماعه، وكمان مفيش اي حاجه تقف عليها ولا دبانه ولا هموشه، وانتوا عارفين مشاكل الصيف. وتجيبي سمكه سمكه من غير برضو لا ملل ولا اي حاجه، وزي ما بقول ده اكل عيشنا، حتى لو حاجه بنعملها في البيت برضو علشان تكون حاجه صحيه، ما نملش ولا نزهق. نمسح بالمناديل جسمها من بره كده بالراحه بلطف، نطبطب عليها كده بالراحه علشان نمسح اي سوائل من بره، ونحشي الخياشيم بتاعتها مناديل واحده والتانيه، ما تمليش مهما تكون ايه الكميه، لازم تعملي كله. اديني انا خلصت كله، واديني برجع اطلع المناديل وارجعها على صينيه تكون نظيفه. نفس الخطوات دي تعمليها، يعني اول حاجه نحشي الخياشيم مناديل. بصوا بتصفي بقى كل الدم اللي فيها ده، احنا بعد ما صفيناها كام ساعه بنحطهم في مصفى كده او في حاجه ونحطهم في التلاجة، علشان نضمن ان الفسيخ يطلع نضيف معانا وزي الفل. عايزه اقول لكم الفسيخ من الحاجات الحساسه جدا، اللي يعني لو حاجه بس وقفت على السمكيه تبوظ لك الفسيخه وتطلع مش حلوه وتطلع معفنه. لو انت بتغسلي الفسيخيه او السمكيه وهي بشكل معدول ودخلت لها ميه من جوه تعفن، خصوصا لو ما اتصفتش كويس، او هتبقى صعبه معاكي، هتبقى شاربه معاكي ميه كتير. فعلى ايه انت زي ما بقول لك طريقه الغسيل معاكي ايه قلتها لك، وادي طريقه التنشيف وطريقه تنظيف الخياشيم. بصوا من غير ما تزهقوا ولا تملوا، دولت 7 كيلو ونص من السمك، هنعملهم فسيخ طالع اوردر. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين انا الحمد لله كمان في ناس بتاكل من ورايا عيش، يعني في ناس بتاخد مني وبتبيعوا، هم بيبيعوه اونلاين. طبعا يعني ايه دوت رزق، وكله يستفاد من كله وكلنا نسترزق. تاني خطوه بقى بتخلي معاكي الفسيخيه ايه بقى تحفه تحفه، ان انتي هما بيقولوا عليها مساج بس انا مسميها حاجه تانية، دغدغه. بتدغدغي عظم السمكيه بمعنى صح، بتدوس على الديل جامد كده. بصوا زي ما انا بدوس هتحسوا حتى بصوت كده معاكم، الصوت ده معناه خلاص انت فصلت العظمايه عن اللحم. وعلى السلسله بقى كلها للظهر لحد الدماغ زي ما انتم شايفين كده، بفصل العظمه من تحت الديل خالص، وافضل ايه ادوس عليها بصبعي لحد الدماغ. كده بتفصلي اللحم عن الشوك، وبيطلع معاكي سايح جدا جدا. نجيب بقى الملح الخشن الصخري معانا. ليه الملح الخشن بيبقى افضل، بس علشان السمكه بتاخد منه اللي هي عايزاه، وما بتمصش الباقي. بس هي دي الفكره. وعلى فكره انا عملته قبل كده بملح، بس كان ليا مش اوردر، عملته بملح عادي بتاع البيت وطلع حلو زي الفل، ما كانش فيه مشكله. لان الفكره يا جماعه في الوقت اللي انت بتسيبيه فيها. بعد كده حطيت عليه كركم والشطه، بس يبقى ملح الصخري دوت وكركم وشطه، هو ده كل مكوناتنا لحد دلوقتي. والزيت، واقول لكم الزيت بيتحط امتى. في ناس بتحطه على الخلطه زي كده، بس انا ما بحطوش على الخلطه نفسها. انا هقول لكم انا بحطه امتى، بس تابعوا الفيديو للاخر. وما تنسوش اللي ما حطش لايك لحد دلوقتي حطوا لايك، واللي ما دس ما اشتركش في القناه يشتركوا في القناه، علشان انا بفيدك ازاي تعملي مشروع وانت قاعده في البيت. بجد سهل جدا، اهم حاجه النظافه معاكي في الشغل، وطولي بالك والحاجه تطلع معاكي زي الفل. الفسيخ من الحاجات الحساسه دي، انا بقول اهو، اللي اي حاجه غلط للاسف بتبوظ معاكي شغلك، وللاسف لا قدر الله ممكن ترمي حاجات انت جايباها بألوفات. بنحشي الخياشيم الخلطه بتاعتنا، وبنحشي الفم كمان. بعد ما خلصنا انا حاولت اصور لكم على الرخامه، بس الكاميرا ما كانتش جايبه، فانا ايه حطيتها لكم كده في الارض. حطيت
طبقه من الملح وعليها ورق رولي زي ما انتم شايفين، وابتدي ارص الفسيخ. برصها ازاي؟ برص واحده عكس التانيه، يعني ادي الراس ادي الديل، ادي الراس ادي الديل زي ما انتم شايفين كده اهو، طبقه عكس طبقه. طيب بص، بنزنق جامد كده في الصف، بنزنقهم جامد جدا. طبعا الزنقه دي مهمه جدا، ان احنا ايه زي ما بنكون بنعصرهم عصر كده علشان ينزلوا سوا مع بعض. ونرش طبقه من الملح بتاعنا تاني، الخلطه اللي احنا عاملينها، وطبقه من الورق الراولي، وطبقه من الزيت. تمام. ونرجع نعمل نفس الفكره تاني، ان احنا نرص عكس عكاس تاني من اول وجديد. بس ما فيهوش اي حاجه صعبه خالص. عايزاه يطلع معاكي دلع في الايام الحر اللي احنا فيها، 5 او 4 ايام حسب درجه الحراره عندكم عامله ازاي. لو حر قوي اللي احنا فيه دوت 5 4 ايام حلو، بس مش اكتر من كده، هيبقى حادق معاكي عشان يطلع معاكي دالع والناس تشكر في حاجتك. اولا النظافه في الشغل، وانت بتعملي كل حاجه تبقى حواليك نظيفه، ما خليش لا هاموش ولا ناموس ولا اي حاجه تقف على السمكه بتاعتك. تجففيه في حاجه نظيفه زي التلاجة قلت، او لو هتجففيه على الرخامه تغطيه. وكمان جو حر انا ما انصحكيش عشان ما يبص منك. وزي ما انت شفتي كل تفاصيله بسيطه وسهله. الجردل اللي انت حاطه فيه يكون نظيف جدا ومتعقم، ما فيهوش اي حاجه بكتيريا، الفسيخ بيلقط بكتيريا بسهوله. ونحط زيت كده على الوش. خلاص ادي كده بقى معاكي اوردر فسيخ تقدري تطلعيه 5 ايام تفتحي عليه، هيبقى زي الفل، وكل الناس هتشكر في حاجتك ويقولوا يسلم ايديك. لا وكمان لو مشيت على نفس الخطوات اللي انا قلت عليها، هتلاقيكي بتطلبي بالاسم، والناس بتقول ان هي عايزه فلانه مخصوص في عمايل فسيخ، لان فسيخك هيبقى بسم الله ما شاء الله نظافه وزبده وزيرو ملح، وكله مش هيبقى فيه غلطه باللي انا قلت عليه دوت، ونفس التفاصيل هيبقى ما فيش غلطه. والورق اللوري بيحسن من ريحته. ولازمه الورق الرولي هنا في الفسيخ ان هو بيقلل شويه من الريحه الحاده بتاعه الفسيخ، بيقلله شويه صغيرين، مش ان هو بيمنع ريحه الفسيخ، لانه ريحته هتفضل هي ريحه فسيخ، بس طول ما انت قافله عليه مفيش اي ريحه عندك في بيتك. بس لما بتطلعيه بيبقى صراحه ريحته فسيخ، مش هقول لك لا ريحته ورد ولا مسكي يعني. بس هو ده الفيديو، يا رب يعجبكم، يا رب تنفذوا فكرتي، وما تنسوش اللايك والاشتراك، واشوفكم على خير.